السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان لازم يتعمل من زمان، لأن بجد فعلا بيتكلم عن أشرف خلق المرسلين محمد. في نسبة كبيرة جدا من الأسامي اللي موجودة في جيلنا اسمهم محمد، بس ما جاتش واقفة مع النفس وعرفنا ليه بيتسموا محمد أو ما معنى الاسم. تعالوا كده نعرف القصة. لماذا سمي محمد بهذا الاسم؟ طبعا لما اتولد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، جده عبد المطلب عمل مأدبه وليمه كبيره دعا فيها كل افراد قبيله قريش اللي اكلوا من العقيقه بتاعت الرسول. وهم بياكلوا سألوا عبد المطلب: ماذا سميته؟ قال لهم: سميته محمدا، واخرها تنوين، مش محمد، لا محمدا. فنظر الناس لبعضهم بدهشة، لأن الاسم غريب جدا على ودنهم، والعرب في الوقت ده ما كانوش يعرفوا نوعية الأسامي دي. وكأن الله تعالى سبحانه وتعالى ادخر الاسم ده وألهم به عبد المطلب، ليقع أمرا مكتوبا في اللوح المحفوظ منذ خلق آدم عليه السلام، إن نبي آخر الزمان هيكون اسمه محمد، وعبد المطلب لم يوحي إليه. سألته قريش: لما رغبت عن أسماء آبائك؟ يعني ليه ما سميتوش زي اسم آبائك؟ قال لهم: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده أهل الأرض في الأرض. ومن هنا جاء لقب محمد. محمد بمعنى أن يحمده الله في السماء ويحمده أهل الأرض في الأرض. تخيلوا ربنا يحمد حد في السماء، تخيلوا. هناك ملايين المسلمين اسمهم محمد، لكن مفيش ولا واحد منهم فكر في معنى الاسم وما حسش بقيمة ومعنى الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق على اسمه في حديث بخاري وبيقول ايه بنفسه؟ بيقول: انا محمد، وانا احمد، وانا الماحي، وانا الحاشر، وانا العاقب. ده البخاري هو اللي رواه. فما معنى كلمة محمد؟ محمد من صفة الحمد، وهو الذي يحمد ثم يحمد ثم يحمد، فلا يحمد مرة واحدة فقط من عظمته ومن شجاعته ومن قوته، فإنما يحمد في السماء ويحمد في الأرض. أفعاله كثيرة، يحمد كثيرا، فصار محمدا. وماذا يعني أحمد؟ أحمد هو أحمد الحامدين على الإطلاق، فلا أحد يحمد مثل أحمد. أحمد الحامدين يعني اللي بيفضل يحمد ربنا، فمن هنا جاء لقب أحمد. إذا هنا الحمد يتمثل في محمد الذي يحمد في السماء والأرض، وأحمد الذي يدوم على صفة الحمد. أحمد الحامدين على الإطلاق، فلا أحد يحمد الله مثله. يعني أحمد ده بيحمد أكتر حد بيحمد ربنا، وبهذا فإن محمدا تحمده الناس كثيرا على أفعاله، وأحمد هو أعظم من حمد الله. يا أمة المليار، صلوا على محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلق المرسلين، صلاة تنفك بها الكرب وتحل بها العقد. ما أجمل الصلاة والسلام على نبي الله. والبخيل منا كما قال الرسول هو من لم يصلي عليه.